يوم هتصفر فيه وجوهكم، والتاني هتحمر، والتالت هتسود، وبعدها هيجي لكم العذاب. التسعه دول ما صدقوش الكلام، وما بينهم وما بين بعض قرروا انهم هيقتلوا مين؟ سيدنا صالح. وفعلا بعد ما قرروا راحوا علشان يقتلوا سيدنا صالح. وهنا كانت الصدمه. فماشيين في الطريق كده صديقي العزيز، يقال ان نزل صخره من السماء على التسعه موتتهم، او يقال ان الصخره الضخمه الكبيره جدا جت من الجبال ونزلت عليهم موتتهم التسعه في نفس الوقت. خلاص كده ده العذاب. امال ايه؟ هيصفر وجوههم، وبعد كده هتحمر، وبعد كده هتسود. تصفر وتحمر وتسود لبقيه القوم، علشان هم كانوا موافقينهم وكانوا اصلا بيشجعوا التسعه دول انهم يعملوا كده. ما تفكرش انهم كانوا غلابه، ابدا ما كانوش غلابه. ثاني يوم بدات الوجوه كلها تصفر، عنده اكتر، وعملوا نفسهم انهم مش واخدين بالهم ان وجوههم بدات تصفر. يخلص اليوم ويجي اليوم التالي فالوجوه تبقى حمراء، لكن يفضلوا في الانكار ومقتنعين ان مفيش حاجه هتحصل. لكن لما وجوههم اسودت في يوم السبت، في الوقت ده ما قدروش ينكروا وفضلوا مستنيين عذابهم. خافوا وارتبكوا وافتكروا اللي حصل للتسعه. سيدنا صالح في الوقت ده قال لهم انا حذرتكم